في حادث بحري مروع غرق حفار البترول العملاق آدم مارين 12 بالقرب من منطقة جبل الزيت في البحر الأحمر أثناء سحبه من قبل قاطرات بحرية لنقله إلى موقع عمل جديد. الحفار كان على متنه 30 فرد بين فنيين وعمال، وتم إنقاذ 22 شخص، لكن للأسف 4 توفوا وتم انتشال جثثهم، ولسه البحث جاري عن 4 مفقودين حتى الآن. موقع الحادث بيبعد حوالي 130 ميل بحري من مدخل قناة السويس، وده طمن الجهات الرسمية إن الملاحة في القناة ما تأثرتش إطلاقاً باللي حصل. لكن السؤال اللي شاغل الكل، إزاي حفار بالحجم ده يغرق فجأة؟ المؤشرات الأولية بتقول إن الحفار كان في وضعية سحب مش تشغيل، ومع وجود موج عالي أو خلل في التوازن بدأ يميل وانقلب فجأة، وده موضح في فيديو متداول بيظهر لحظة الغرق بالكامل. القوات البحرية وشركات البترول زي جابكو نزلت على طول بمعدات إنقاذ، وتم الدفع بطائرات استطلاع ومروحيات للمساعدة في البحث. الجهات الرسمية وعلى رأسها وزارة البترول وهيئة السلامة البحرية فتحوا تحقيق عاجل لتحديد سبب الغرق، وهل في تقصير أو خطأ فني حصل أثناء النقل؟ الناس اللي كانوا على الحفار أكدوا إن التحذير كان متأخر ومفيش وقت كافي للإخلاء الكامل، وده اللي خلى